أين محمود؟ قلت له من عمان. قال من أي مكان في عمان؟ قلت له على سفوح الجبل الأخضر. زين هكذا، لا حتى أقرب له المسافة. قال مباشرة يخاطب طلبة يقول لهم زميلكم محمود بن مبارك سليمي عماني وهو إباضي. ما سألني عنه لكن مباشرة استنتج. قال وهو إباضي، ونحن أهل السنة نخطئ حين ننسب الإباضية إلى الخوارج. فهو كما يقول ابن خلدون الناس مصدقون في أنسابهم. فإذا قال لك شخص ما بأني من فلان بن فلان الفلاني لا تقل له لا أنت ما من بني فلان من بني فلان الآخرين، فهو أدرى بنسبه. يقول ثم قالها باللهجة المصرية. احنا هم يقولوا احنا ما خوارج، لا لازم تكونوا خوارج. ما عرفت القصة بعد ذلك. المهم صارت بيني وياه علاقة، وكنت أحضر جلساته في البيت. ثم بعد هذا لما أردت أسجل رسالتي للدكتوراه بعنوان أثر الفكر الإباضي في الشعر العماني، هكذا دار في بالي بأني أقوم بهذه الدراسة. قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية قالوا هذا الموضوع ما نقر إلا إذا أقر الدكتور حسان عباس. قلت إذن المسألة سهلة، الدكتور حسان عباس أنا صديقي يعني دائم الصلة معه، ودرست معه 3 مواد وكانت كلها ترتيبها طيب يعني. فذهبت إليه قلت له دكتور أنا باغي أسجل رسالة الدكتوراه. قال لي ممتاز وعلى بركة الله وبالتوفيق. ما هو العنوان؟ قلت له العنوان الذي أقترحه أثر الفكر الإباضي في الشعر العماني. قال وهل في الشعر فكر؟ قلت له أزعم ذلك من خلال اطلاعي القاصر. قال إذن يا محمود هات لي ديوان لشاعر عماني يتجلى فيه شيء من هذا القبيل. فصورت له نسخة من مخطوطة ديوان أبي مسلم. مخطوطة بعد. نعم. ما زال ما مطبوع. هو في مطبوع لكن ما كان مكتمل، وجلدتها وأهديتها إليه. قال لي طيب سأتصل بك. اتصل بي تقريبا في حدود أسبوع بعد أسبوعين من الزمن. ولما ذهبت إليه وجدته يتهلل بشرا. قال لي يا محمود لقد أهديتني كنزا عظيما. هذا شاعر أبو تمام يحاول أن يلحق به، ليس هو الذي يلحق بأبي تمام. هذا شاعر لديه قدرة على توليد المعاني لم يسبق إليها. الدكتور قال لي محمود هذا علم ولا محاباة فيه. هذا شاعر هدم نظرية نقدية كنت أعمل على بنائها منذ 50 سنة. الله. قلت له وما هي دكتور؟ قال أنا كتبت في كتبي، هو أول من كتب في تاريخ النقد الأدبي عند العرب، النقد الأدبي القديم. قال كتبت في كتبي أن الفكر والشعر لا يستويان، فإذا دخل الفكر الشعر أثقل كاهله. لكن أبا مسلم استطاع أن ينشئ قصيدة فنية ناجحة عمادها الفكر. ومن أراد أن يطلع على صحة قولي فليقرأ ما قاله في سادات النهروان، هكذا قالها في سادات النهروان. ثم قال النهروان موضوع تاريخي. هل كان أبو مسلم يكتب تاريخا؟ لا، إنما كان كل بيت في قصيدته يخرج من أمشاج قلبه. ثم قال أتريد أن تعرف نجاح الشاعر؟ قلت له نعم. ففتح على القصيدة النونية الفتح والرضوان في السيف والإيمان، وبدأ يقرأ أبيات كان معلم عليها في الغربة. أعيش في غربتي عيش السليم على رغمي، وليس إلى الترياق إمكان، كأنني واغترابي والغرام بها حي قضى خلفته بعد أحزان، إلى أن يقول يا دهر يا باخس الأحرار حقهم أعط العدالة إن الله ديان، فيما التقصي بأهل الفضل إن نقصت حسناك زادوا وإن شان الورى زانوا. بكى الدكتور حسان عباس انهلت دموعه. قلت له ما يبكيك يا دكتور؟ قال لي يا محمود أنا من مدينة يافا، ولي الآن أكثر من 50 سنة ما زرتها، وعندما قرأت قول الشاعر أحسست وكأنه يتحدث عني أنا، ولذلك ما تمالكت نفسي حتى بكيت. هو الأصل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.